كأس العالم لتشريف الراية الوطنية، هذا الشعار اللي ديما نسمعوه مع كل مشاركة للمنتخب الوطني التونسي. العبرة بالمشاركة، وعملنا أداء جيد وربحنا فرنسا وشرفنا تونس وإلى آخره. لكن المكتب الجامعي هذايا مع الأسف مصر وملح أنه يشرف الراية الوطنية، لكن مع الأسف طريقة خايبة جدا. أقالوا صبري اللموشي، ما أقالوا صبري اللموشي، ما حبش يخرج، ما حبش يغادر، مستحقاته الحرابش هذه اللي قاعدين يزرفوا فيها بشوية بشوية للإعلام. راهو مش هكا تتاخذ الأمور. عنا إشكالية كبيرة في المدرب، راهو بين المشاكل على التيران، راهو ماهوش كلام هذايا متاع قهاوي ولا كلام صحفيين ولا كلام إعلام. أي مواطن تونسي عادي ينجم يشوف فما مشاكل كبيرة في المنتخب الوطني التونسي. أقلتوه ولا ما أقلتوش ما هوش الموضوع اللي به الفايدة. بالنسبة لي أنا الإشكالية الكبيرة في المكتب الجامعي في كيفية تيسيره للمنتخب الوطني التونسي وبقية المنتخبات زادة. به جابوا منظر الكبير، نحاو منظر الكبير، كيفاش تو هو حتى كان نحيتوه صبري اللموش كيفاش مش يقودوا بمنظر الكبير هو بعيد عن المنتخب؟ كيفاش مش يقودوا بالستاف تكنيك اللي يتعين مع صبري اللموشي وهو جابه هو اللي مستانس يخدم معاه؟ الحصة التدريبية الأخرانية أشرف عليها لكن ما كانش فوق الميدان. بصراحة يزيوا مفضحتونا. ريثوا عارفوا خذوا القرارات، وخاصة المحاسبة بعد نهاية كأس العالم لازمها تكون للمكتب الجامعي، مش في كبش فداء يكون المدرب أو مسؤول معين أو غيره. كل المكتب الجامعي لازم يتحاسب على خيبة الأمل هذه.